فرجة الناس النهارده هتبقى حلوه والناس هتقعد. ربنا يا استاذ ايمان ربنا يخلينا اسرائيل اللي خلتنا نشوف كاس العالم ببلاش. ايه ربنا يخلي اسرائيل اللي خلتنا لا لا لا، اهو ده بقى نختلف معاك، في مختلف مع لا هو الدولة. الشعب المصري الكيان ده بقى، الكيان ده كيان غاصب ومحتل وقاتل لا الكيان ده يعني انت ممكن تحب لا ده مرات عدو. ابوك اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، هذا الكيان يا استاذ كرم، هذا الكيان كيان عدو لكل المصريين ولكل العرب. حاجه يا استاذ محمد، واخد بال حضرتك؟ انا مرهوم من الموضوع ده والله. استنى بس، ده انت ماشي يا استاذ كرم ماشي دلوقتي. بس يعني حكايه ربنا يخلي لنا اسرائيل دي وخلتنا نتفرج على كاس العالم، يعني هو ده كيان عنصري يا امان، ده كيان طبعا محتل وكيان يا جماعه. الشعب ودموي. المصريين على النت شويه كلام عبري بحيث ان انت تقدر تفهم المعلق الاسرائيلي وهو بيتكلمك. يعني يقول لك مثلا الكرة، الهدف، الاوفسايد، مش عارفه ايه الشبكه، الكلام العبري طبعا مش عارفه عبري يعني، ف ترجمتها ايه. مهم يعني قال ده هيخليك تقرب. لا احنا بنتفرج وخلاص، اهي فرجه كده وفي ناس بتشيل الصوت. يعني اعتبريني اقول لك ان دي مؤامره مقصوده، مؤامره من الشركه من الدوله دي اللي هي بتحارب. شوفي خلي بالك بقى، يعني هو مقصود بالفعل كده من الدوله دي، الدوله الصغيره دي اللي محدش بيعرف يشوفها غير بالميكروسكوب. فمقصود انه خليكي تلجئي الى هذا الكيان العنصري المحتل القاتل الدموي. انا مش هدي الحكايه اكتر من لا هي كده بالظبط. الناس استعانت بوصف. اشمعنى انت مش فاهمه اللي انا عايز اقوله يا مان. اشمعنى هذه الدوله مش الدوله، الكيان الغاصب ده هو اللي ليه حق انه يشوف كاس العالم ببلاش من منطقه الشرق الاوسط كلها؟ اشمعنى هو لم يطبق؟ اصحابهم بقى قاصدين